هاي، كيفكن؟ حبيت أحكي عن موضوع اليوم اللي شغل الناس والعالم والسوشيال ميديا، موضوع الست نضال الأحمدية. مش مدافعة عنها للست نضال، بس إنه مرة إعلامية كبيرة عنا بلبنان وبنفتخر فيها ونشوف حالنا فيها، وعطت رأيها بموضوع. ايه، مش كل العالم تعرف شو الشوكولامو. يعني إذا السوري بمحل ما عرف شو معناتها الشوكولامو جريمة أو كارثة. شو هالمشكلة؟ مرة عم تحكي قصة صارت معها. في كتير لبنانية لأنه شوكولامو ما بيعرفوها، إذا جايين من الجرد أو من الجبال العالية، إيه ما بيعرفوها الكلمة، كلمة فرنسية أصلا. إنه عطت رأيها بالموضوع، ومش شغلة منا عنصرية. وإذا كتير انتو اللي عم بتدافعوا عن الموضوع بتحبوا سوريا وبتحبوا السوريين وعم بتدافعوا عنهم، ارجعوا على بلدكم، قعدوا ببلدكم، ارجعوا عمروها وعيشوا فيها. إذا كل هيك بتحبوها وجان الدنيا كلها السوشيال ميديا قايلبين السوشيال ميديا على هالموضوع، على هالكلمة شوكولا مو. إيه، وإذا ما عرفها شو هالمشكلة وعطت المرة رأيها، شو خصكم فيها؟ شو إلكن معها؟ كمان بدكن تعلموا اللبناني شو بده يحكي وشو ما بده يحكي؟ نحن طلعنا بالزمان بالحرب لعندكن، قعدنا شهر ويا دوب ورجعنا على بلدنا. انتو صاركم من 2011، هلا صرنا 2023، 12 سنة قاعدين هون بلبنان. إذا كتير متعصبين للسورية وبتحبوا كتير السورية، روحوا عيشوا عندهم بالبلد أو يرجعوا يعيشوا ببلدهم. مش كل ما لبناني عطى رأيه بموضوع بدكم تقوموا ضده وتحاربوه وتصفوا مع السورية ضد اللبناني. أنا لبنانية وقاعدة بلبنان وأبا عن جد، وبدي أعطي رأيي بمين ما بدي وما حدا قاله معي.